كدبوا عليكي وقالوا لك شعر كيرلي ممكن يتحرق لو حتى اتفرد مره واحده بس. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. انت ازاي يا نهاد ده انا او صاحبتي او قريبتي فردوا شعرهم مره واحده بس بوظته ودمرته وحرقته وفردته كله؟ انا عارفه الاجابه. انت رحتي كوافير عشان يعمل لك شعرك كويس عشان كان عندك مناسبه ولازم كان شعرك يطلع حلو، وبقى اتعمل وكان شكله جميل وحلو، وبعد كام يوم غسلتي شعرك لقيتيه محروق وطرفه مفروده وبايظ ومش عارفه تعملي فيه اي حاجه. انت عارفه ان هو مهما كان الهير صالون كويس وما بيعملوش اي انواع الفرد في الهير صالون ده، هما بيستخدموا نفس الهير ستريتنر على كل الناس. فمجرد استخدموا الهير ستريتنر على شعر فيه كرياتين او بروتين او اي حاجه من انواع الفرد وبعد كده جم استخدموها على شعرك، فانتي شعرك كده كانه اتفرد. ما يمسكوش ينضفوا كل الادوات بتاعتهم بين كل كلاينت وكلاينت، وده في احسن الفروض لو كان هير صالون كويس ومش قصدهم ان هم يفردوا شعرك. اسوأ الفروض بقى ان الهير صالون قاصدين يفردوا شعرك عشان يسهلوا على نفسهم هم بيعملوا الستريتنينج، فبيستخدموا حاجه اسمها هير ريلاكسر. الهير ريلاكسر ده بقى معمول للشعر اللي هو 4A 4B 4C. فتخيلي كده اللي هو معمول يفرد الشعر الفور الدرجة الرابعة في الشعر، ويجي يتحط انتي على شعرك اللي هو 2 3B او 2 3C. وكل اللي محتاجينه ان هم يخلطوا حبة صغيرين جدا في الكونديشنر ويحطوه على شعرك كام دقيقة ويغسلوه، شعرك اتفرد.